السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضربها فانتقمت منه. لقطات نادرة تجمع مريم فخر الدين بزوجها الأول الفنان الشهير. في عام 1952 تزوجت الفنانة مريم فخر الدين من الفنان محمود ذو الفقار، أخو صلاح ذو الفقار وأخو عز الدين ذو الفقار. مريم فخر الدين شاركته عدد كبير من الأفلام. أنجبت منه مريم بنتها إيمان، التي شاركتها بطولة فيلم ملاك وشيطان لمريم فخر الدين ورشدي أباظة. اعتبرت مريم فخر الدين زواجها مغامرة جنونية ارتكبتها في حق نفسها في فترة المراهقة، نظرا لأن محمود ذو الفقار يكبرها بسنوات كتير جدا، ولأن الزواج تم بسرعة صاروخية وبدون فترة كافية للتعارف، حيث بدأت العلاقة سرا بعيدا عن أعين الصحفيين. وقبل الزواج كان يلتقيان في أول شارع الهرم ليقود السيارة بسرعة جنونية نحو الطريق الصحراوي، ثم بعد شهر واحد فقط من التعارف السري تقدم محمود ذو الفقار إلى والد مريم فخر الدين، فوافق والدها على الزواج. أما والدتها فاعترضت في البداية، إلى أن أقنعها زوجها بأن الزفاف لن يكون قبل عام كامل. مريم فخر الدين فنانة من زمن الفن الجميل. بعد عقد القران قرر محمود ذو الفقار السفر إلى لبنان، واستخرج لزوجته مريم فخر الدين جواز السفر، واتفق معاه سرا على أن تقفز إلى الباخرة في آخر دقيقة. وبالفعل ذهبت مع أفراد أسرتها لتوديع محمود ذو الفقار، وفي آخر دقيقة هربت منهم وقفزت إلى الباخرة. عن هذه اللحظة قالت مريم فخر الدين: ظلت أمي تناديني وتشتمني بجميع اللغات اللي تعرفها من العربية إلى الألمانية، فقد كانت أمي على دراية بلغات كثيرة جدا، بينما كنت أنا ألوح بمنديل وقد ارتسمت على فمي ابتسامة عريضة. ونظرت إلى أبي كان مستغرقا في الضحك وهو يلوح لنا بمنديله ويقول: مع السلامة يا مريم. ولكن الحياة بيني وبين محمود ذو الفقار لم تكن حياة وردية، حيث عاشت مريم فخر الدين مع محمود ذو الفقار لمدة 8 سنوات. وصفتها مريم بأنها 8 سنوات قاسية، لأن محمود ذو الفقار كان المتحكم الرئيسي في حياتها، كان بيختار لها الأدوار التي تجسدها، كان يمنحها مصروفها من أجرها. وظلت مريم فخر الدين لسنوات يحصل على أجرها محمود ذو الفقار بدلا منها. مريم ذو الفقار نصحتها إحدى أصدقائها، بالإضافة إلى أحد الأشخاص برضه نصحها برفع أجرها في أي فيلم تمثل فيه دون علم زوجها محمود ذو الفقار، وأن تدخر الفرق بعيدا عنه. ففعلت مريم فخر الدين ذلك، حيث أصبح لديها 50,000 جنيه، فقررت الاستقلال بحياتها بعيدا عنه، وقامت باستئجار شقة خاصة بها. وعندما علم الزوج باللي عملته الفنانة مريم فخر الدين قام بضربها وإهانتها، فقررت مريم فخر الدين الانتقام منه، ومنحت كل أساس شقة زوجها لأحد العمال في الاستوديو. كان هيزوج بنته، ففي الحالة دي قام محمود ذو الفقار بتطليقها على الفور، وتم الطلاق بينهم عام 1960. دي صورة لمحمود ذو الفقار وزوجته مريم فخر الدين وبنتهم الفنانة إيمان ذو الفقار. إيمان ذو الفقار مثلت مع والدتها وهي صغيرة وهي طفلة في فيلم ملاك وشيطان لمريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار ورشدي أباظة. إيمان لما كبرت مثلت في بعض الأفلام، ولكن ما كانتش مرتاحة أوي للتمثيل أو مش حابة التمثيل زي والدتها، فخرجت من التمثيل بعد تمثيل أفلام بسيطة جدا.